بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهاردة هنعمل مع بعض عاشوراء بمناسبة عاشوراء، لكن عاشورتنا النهاردة مش مصرية، عاشورتنا تركية. هنعرف ايه الفرق بينهم وهنعرف مكونات العاشوراء التركية. العاشوراء التركية الحقيقة من العادات التركية اللي متعودين عليها الناس هنا، وبيعملوها في شهر محرم في يوم عاشوراء، وبعتقد ان هم بيعملوها تقريبا طول شهر محرم، وهي من الحاجات يعني المهمة بتهيألي في ثقافتهم وفي عاداتهم، وحريصين عليها وبيهادوا بيها الجيران حتى لو الجيران أجانب. ويوم بالنسبة لهم يوم بيكون مبارك، ويوم بالنسبة لنا كلنا كمسلمين الحقيقة، فهم زي يعني هم برضو بيحتفلوا بيه وبيحتفلوا بيه، وبيكون عندهم يوم يعني مبارك وسعيد زي عندنا كمسلمين كلنا يعني. فطبعا ده يوم نصر لسيدنا موسى ونصر للمسلمين كلهم. ندعو الله دائما أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين في كل مكان. هنعرف بقى ايه مكوناتها وتفاصيلها مع بعض في الفيديو. ان شاء الله تابعونا للآخر، وعايزاكم تركزوا عشان تقولوا لي ايه الاختلاف ما بين عاشورتنا وعاشورتهم. الحقيقة انا فكرت ان انا اعمل المرة دي انا عاشورة، العاشورة بتاعتهم واهديهم بيها. حتى ولادي كانوا مستغربين يقولوا احنا مش متخيلين ان حد اجنبي او تركي يعمل طبق كشري مصري ويهدينا بيه يعني. معانا قمح وفاصوليا وحمص. قمح عادي زي اللي احنا بنعمل بيه العاشورة، طبعا مغسول كويس جدا جدا لحد ما المية تنضف ولونها يبقى ابيض، وبننقعه من بالليل او عدد معين من الساعات. والفاصوليا نفس الكلام بننقعها، والحمص بننقعه وبنغير ميتهم طبعا اللي اتنقعوا فيها، وبنسلق كل حاجة لوحدها الأول. نشيل طبعا الرغوة البيضة زي ما شفتوا كده، وبنسيبهم يغلوا على النار. بنخلي القمح يغلي حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة كده، ونطفي عليه. وبنخلي اللوبيا والحمص ما يستووش قوي. قطعت انتوا زي ما انتوا شايفين كده. معانا برضو تين مجفف ومش مجفف، قطعناهم قطع صغيرة او مكعبات صغيرة كده. انا طفيت على القمح وغطيته وكمرته كمان بفوطة، وهسيبه بقى حوالي ربع ساعة لتلت ساعة. الفواكه المجففة ابتديت انزل عليها بماء مغلي او ساخن، والزبيب كمان نفس الكلام. عندي برضو كمية من الزبيب، هنبقى نقول الكميات واحنا اثناء الفيديو واحنا شغالين. الزبيب بقى ممكن الزبيب ده او الزبيب اللي هو الغامق الاسود، او دول مختلط يعني مفيش مشكلة. شايفين القمح بعد حوالي تلت ساعة اتفتح وبقى وصل للدرجة دي، هو ده اللي احنا عايزينه. وفيه لسه نسبة من المية مش مشكلة، لكن هصفي الحمص من المية بتاعته والفاصوليا من المية بتاعتها. دي بقى درجة السوى، يعني يكون فيها قرشة كده او كسرة كده. اهي الفاصوليا نفس الكلام بوريها لكم، تكون لسه بتتكسر كده مش مستوية قوي، لان كل ده هيستوي لسه تاني او هياخد سوا على النار تاني مع بعض. اضفتهم على القمح وزودت المية. طول ما احنا شغالين هنزود مية. الحقيقة العاشورة بتاخد كمية مية كتيرة جدا. هنا انتوا تفاحتين وبرتقانة، ممكن تفاحة واحدة لو حابين، لان انا عاملة 400 جرام بس قمح. قطعتها كده، وممكن اخضر او احمر، انا عملت الاتنين الحقيقة. قطعتها وحطيتها في حلة، وحطيت عليها المشمش اللي صفيته من المية السخنة، وحطيت عليها عود قرفة وكوباية سكر وقطعة من التفاح غرست فيها قرنفل. ممكن تحط القرنفل من غير ما تغرزوه مفيش مشكلة، وسبتهم يغلوا مع بعض. هنا انا متابعة طبعا برضو العاشورة ايدي فيها على طول علشان ما تلزق، ودايما بزودها مية، يعني جنبي الكاتل مية مغلية على طول بزودها كده. انا برضو صفيت التين برضو، في تين بيبقى فاتح ممكن نحط اي حاجة المتوفر. تين مجفف صفيته من المية السخنة اللي كانت عليه واضفته على العاشور. كل حاجة بقى بضيفها بسيبها تغلي غلوتين كده. فكرة الخطوة اللي انا في الحلة دي اللي على جنب ممكن ما اعملهاش واضيف برضو الحاجات على العاشور على طول، يعني ما اسويهاش لوحدها عادي، يعني دي طريقة من الطرق. ده اللي انا حطيته دلوقتي لوز مقشر مكسور نصين، وحطيت قشر التفاح بقى اللي انا استخدمته. ممكن تحط، انا واخداه حطيته علشان ناخد فوائده وياخد برضو طعم، الحاجة تاخد طعم منه. حطيت كمان الزبيب اللي كان منقوع في مية برضو سخنة، صفيته حطيته.
حطيت ده فندق زي ما هما بيقولوا عليه او احنا بنقول عليه بندق. حطيت سكر. السكر برضو هما بيحطوا سكر كتير جدا، بتبقى مسكرة، هي كل واحد يحط سكر حسب رغبته. ده بقى عنب، مش عارفة عنب احنا بنقول عليه ايه، هو مجفف وصغير كده، مش عارفة بنقول عليه عنب بري بقى ولا ايه، يا ريت يعني قولوا لنا احنا عندنا اسمه ايه، عنب ايه، اللي يعرف اسمه في البلد اللي هو فيها سواء مصر او اي دولة عربية يقول لنا. حطيته انا برضو، حطيت بشر برتقان، وممكن نقطع قشر البرتقان قطع صغيرة ويتضاف كده او كده، وممكن البرتقانة تتقطع برضو قطع صغيرة مكعبات بقشرها، البرتقانة نفسها فيها قشرها تتقطع وتتحط. برضو ده فول سوداني مقشر ومقسوم نصين، حطيت حوالي 3 معالق، وحطيت رشة فانيليا زي ما شفتوا، ممكن فانيليا سايلة او بودر، هما بيحطوا ماء ورد بس انا الحقيقة حطيت فانيليا. انا اخدت هنا معلقة كده علشان اشوف وصلنا لحد فين في السوا. طبعا زي ما انتوا لاحظتوا كده دايما بزود مية. كمان السكر بقى بحط السكر وادوق، عايزة زيادة بزود، بس بحطه على مراحل يعني. ده كده القوام بتاعنا، وصلنا لحد القوام ده بيتقل كأن بنحط نشان، تحسي بتتقل بتلف معايا كده. شايفين الالوان جميلة جدا جدا، يعني كل الحاجات دي بصراحة مدية الالوان جميلة جدا، والطعم كمان جميل. في ناس زي ما قلنا بتحط التفاح بقشره، لكن انا قشرته. القرنفل ممكن تسيبوه، انا حبيت احطه في التفاح عشان اشيله، مش عايزة اسيبه علشان ما يضايقش حد يعني في الاكل، لكن اللي يحب يسيبه يسيبه. طبعا انا غيرت الحله هنا لان حسيت ان ابتدى يلزق في الحله هناك، او لزق فعليا في الحله، فمش اني هغطيها واوطي النار، اطفي النار خالص واغطيها واكمرها بالفوطه زي ما انتوا شفتوا كده. انا كنت عامله الخطوه دي وانا طافيه النار، وبعد تلت ساعه كشفت عليها او اكتر، يعني طفيت النار وغطيتها وسبتها شويه بقى، ربع ساعه تلت ساعه، وبعد كده كشفت عليه. وده قوامها. باخد انا القشر التفاح بخرجه، وعود القرفة هخرجه برضو علشان هنبتدي نغرف الطبق بتاعنا. هنغرف الاطباق ونزينها بالمكسرات اللي انتوا شايفينها دي، اي نوع مكسرات متوفر عندكم. دي المكسرات احنا معظمها استخدمناها في الطهي نفسه، فأي مكسرات متوفرة عندك زيني بيها طبقك. هم أحيانا كمان بيزينوا بس هو مش موجود، مش الموسم بتاعه دلوقتي، الرمان، حبوب الرمان بيزينوا بيها، بتبقى شكلها تحفة جميل جدا، بتبقى مدية يعني لوحة فنية كده للطبق، وطبعا أكيد بتعزز الطعم برضه. طبعا الطبق ده كله فوائد ما شاء الله، فيتامينز ونشويات وبقوليات وكل حاجة يعني ما شاء الله. ابتدينا نغرف. ممكن كمان هم احيانا بيزينوا برضو بالورد البلدي اللي لونه بامبا يعني او روز. ابتديت بقى زين الاطباق بتاعتنا زي ما قلنا، المكسرات حسب الرغبة والمتوفر عندك. حطيت انا برضو من العنب اللي هو مش عارفة اسمه ايه البري ده او الصغير الاسود ده، حطيت عين جمل، حطيت مشمش برضو مجفف، وتين مجفف، وحطيت زبيب. كل طبق عملته يعني مختلف بشكل مختلف، انتوا بقى طبعا التزيين ده حسب الرغبة واكيد هتبدعوا يعني. وحطيت كمان اللي هو فستق اللي هو المفروم، انتوا بقى زينوا وان شاء الله كل حاجة تطلع جميلة معاكم. جبت علب برضو علشان احط فيها اللي هديها بقى للجيران. طبعا انا قررت ان انا اعمل كمان العاشورة بتاعتنا، يعني قلت مش معقولة ههديهم بالعاشورة بتاعتهم، لازم برضو يتعرفوا على ثقافة بلدنا في الاحتفال بالعاشورة. احنا بنعمل عاشورة برضو يعرفوا عاداتنا يعني، فعملت برضو العاشورة بتاعتنا وهديتهم من دي ومن دي، يعني من عاشورتهم، وقلت لهم دي العاشورة التركية ودي العاشورة المصرية، علشان برضو تعرفوا على ثقافتنا ويبقى فيه تبادل ثقافات يعني. هي طبعا العاشورة جميلة جدا، والعاشورة بتاعتهم كمان جميلة جدا. في ناس بتعملها احيانا بلبن، بس نسبة اللبن قليلة جدا بالنسبة للمية، 10 لتر مية على الكيلو قمح ولا نص كيلو قمح، ويحطوا مثلا احيانا في حد بيحط فيهم نسبة لبن قليلة، كوبايتين لبن مثلا، لكن السائد بيعملوها بمية. شايفين قوام العاشورة هنا بقى. العاشورة بتاعتنا عملت بقى في كاسات العاشورة بتاعتنا التركية،
العاشورة التركية والعاشورة بتاعتنا المصرية، وميزتهم بالأعلام مع إن هم مميزين جدا يعني في الشكل والمكونات، لكن أنا عملتها كلمسة جمالية وللتعريف يعني في نفس الوقت. دي العاشورة بتاعتنا اهو، هي يعني أوريكم قوامها طعمها. الاتنين صراحة كانوا جمال، بس كل حاجة ليها طعم مختلف تماما، ملهمش علاقة ببعض يعني، دي طعم ودي طعم مختلف تماما. فعايزاكم تجربوها كده، تجربوا العاشورة التركية وقولوا لي رأيكم. دي بقى العاشورة التركية اللي عاملاها جارتي، جابتها لنا يعني لما اديتها من العاشورة بتاعتنا اللي انا عاملاها عاملة من عاشورتنا وعاشرتهم، فقالت لي انا كمان ان هي كمان عاملة عاشورة يعني وادتنا منها. قولوا لي بقى ايه رأيكم، هل انتوا شايفين كده شكلا يعني كشكل ومكونات في اختلاف، ولا حاسين ان هي انا حاسه ان هي الحقيقه كشكل يعني ومكونات، والطعم كمان بتاعتها بتتميز، بس ان هي سكرها ازيد، وربما يكون في حاجه من المكونات يعني طعمها ظاهر شويه يعني. اعتقد لو حد اداء دي ودي ممكن يقيمها بان يعني اتنين عاملين نفس الحاجه والطعم يعتبر قريب من بعضه جدا، كأن اتنين من بلد واحده عاملين صنف واحد، بس كل واحده ليها بقى نفسها كده زي ما بيقولوا، لمستها يعني. الحقيقة أنا كنت بتبادل العاشورة، لما يجيبوا لي عاشورة كنت بهديهم برز بلبن، بس قلت برضو لا أعمل عاشورة المرة دي ونتبادل الثقافات يعني. كنت عايزة أتكلم عن يوم عاشوراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصوموا. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر يعني فإذا كان العام المقبل إن شاء الله نصوم 9، يعني نصوم يوم 9 ويوم 10 أو يوم 9 ويوم 10 من محرم، وذلك مخالفة لليهود، وفي ناس بتصوم يوم 10 ويوم 11، ونحن نصوم اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. سريعا كده نقول مع بعض مكونات العاشورة. عملت 400 جرام قمح، 200 جرام فاصوليا، 200 جرام حمص، عملت نص، يعني المفروض على المكونات دي يبقى نص كوباية مشمش، نص كوباية تين مجففين طبعا، ونص كوباية زبيب، و3 معالق أو كبار يعني الزبيب الأسود الصغير ده والعنب الأسود، و3 معالق من المكسرات الجافة سواء كان سوداني أو لوز، وطبعا فانيليا وسكر حسب الرغبة، وبنزود مية مع كل حاجة، وتفاحة للمكونات دي أو حطوا تفاحتين، وبشر برتقانة أو قشر البرتقانة نفسها قطعوه صغير وحطوه، وشوية قرنفل يعني حوالي معلقة كده، معلقة شاي أو أكتر شوية قرنفل. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. دي كانت وصفتنا النهاردة، إن شاء الله أشوفكم في وصفة جديدة على خير، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، في أمان الله.